قلت له والله العظيم ما هسيبه. اخدت الشنط بتاعتي والشنط بتاعت العميل ورحنا رايحين على فندق الساعة 3 الفجر. حجزنا الفندق. اول ما دخلنا نمنا زي القتلة. كنا تعبانين جدا واليوم كان فيه دراما كتير وكنا لفينا، فنمنا على طول. صحينا تاني يوم الصبح. صحيت العميل كان لسه ما صحيش، فانا ببص لعينيه كده لقيته صاحي، فبقول له صباح الخير. قال لي صباح الخير يا معلم، صباح الخير يا مدرسة. قلت له يا اخي النبي بطل تريقة. قال لي يا ابني تريقة مين؟ ده انت اقسم بالله معلم ورئيس قسم، ده انت بمعلمة لبستهم السكن. قلت له يا عم انا والله ولا لبستهم ولا حاجة، ده هو اللي لبسه، وبعدين ده السكن اصلا بتاعي، يعني انت لو بصيت للموضوع هتلاقيه هو اللي كسبان، بس والله ما هسيبه في حاجة. قال لي ايه ده يا احمد، هو انت ناوي على حاجه؟ قلت له هو انا عملت حاجه؟ ده سكني وسبته ومشيت، انا ما عملتش حاجه، لكن النهارده ان شاء الله هعمل. قال لي يا احمد انا عايزك تركز في شغلك، انت ربنا بدأ يكرمك والدنيا بدأت تمشي معاك، فسيبك من الحاجات ده هي. قلت له انا اخد حقي الاول بعدين ابقى اركز في شغلي. واحنا بنحكي ونتسامر التليفون بتاعي رن. ببص بالنمرة لقيت المعلم ده اللي اخد مني السكن. فانا واخد الموضوع بسخرية، فرحت ردد على التليفون عامل كأني انا مش سامع، فبقول الو الو الو. فهو بيقول لي بتهرب مني، فانا رحت مكمل الموضوع برضو بهزار. ايه يا حمادة ازيك؟ ايه في حمادة المكالمة ده هي دولي، انا في فيتنام، حتى اسمع صوت المية كده تش 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 تش. فانا بهزر. راح هو مكرر الكلام بيقول لي بتهرب مني، طب انا هنجيبك. انا سمعت الكلمة ورحت متعفرت، قلت له تجيبني مين يا ابني؟ تيت 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 تيت، انت فاكر ان انا خايف منك؟ قلت له انا ما بخافش من حد يا حبيبي، وانا كنت بختصر المشاكل، لكن لو عاوز مشاكل انا هوريك انا هعمل ايه. قلت المكالمة لبست هدومي ورحت قايل للعميل سامحني والله العظيم على اللخبطه اللي حصلت دهية، بس ان شاء الله شغلك في يوم واحد هجيبهولك. قال لي يا احمد اهدى. قلت له والله ما ههدى، انتظرني بس شويه وانا حالا اجيلك. رحت جريت على السكن، خبط طق 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 محدش رد. رحت رايح على المحل اللي شغال فيه صاحبه، دخلت فلقيته شغال، قلت له تعالى اطلع لي بره. طلع بره، قلت له الواد ده فين؟ قال لي يا احمد ما اعرفش. قلت له الواد ده انا النهارده مش هسيبه. قال لي يا احمد ما حصلش حاجه. قلت له والله العظيم ما هسيبه. قلت له انت معاه في الرباطيه ده هي، انا عايز اعرف. قال لي يا احمد انا مش مع حد. قلت له طالما انت مش معاه يبقى تعالى معايا كده وريني هو فين. فقال لي ده هو في مكان بعيد. قلت له يا باشا بعيد ولا مش بعيد، ناخد تاكسي ونروح له. اخدنا تاكسي فعلا ورحنا رايحين المكان. فالواد اللي صاحبه قال لي انا مش هدخل. قلت له خلاص ما فيش مشاكل، قول لي هو فين. قال لي في المطعم ده. قلت له ما فيش مشاكل. انا جاي ادخل فكان في ورديه بتاعه شرطه، رحت انا رايح لهم قلت لهم لو سمحت انا في واحد حرامي سرق مني حاجات وهو في المطعم ده. فقالوا لي ايه الحاجات؟ قلت لهم ده سرق مني بضاعه، ساعات وحاجات زي كده، ورحت قايل لهم مواصفات الساعه اللي انا اديتها له. قالوا لي طب تعالى. دخلنا المطعم، كان هو مشى. قلت يا واد نفض والمسامح كريم. رحت راجع على الفندق، رحت مقابل العميل قلت له يا عم انا قصدي اعمل لك كل اللخبطه ده هي، بس يعني ده اللي حاصل يعني. خدت العميل ورحنا اتعشينا وقلت له خلاص انا ان شاء الله بدل ما هنفضل كده في الفنادق انا بكره ان شاء الله هدور على سكن. قال لي خلاص ماشي. نمنا الليله ده هي، صحينا تاني يوم الصبح فرحت رايح على شركه عقارات، قلت لهم انا عاوز سكن ضروري. فقالوا لي في شقه المالك موجود وممكن خلال ساعتين تيجي تتفرج عليه. قلت لهم مفيش مشاكل انا هنتظر الساعتين. فطلعت من شركة العقارات، رحت قاعد فين؟ قاعد في كافيه. بعد ما خلصت القهوة باقي ساعتين هعمل ايه؟ لقيت نفسي قريب من السكن اللي انا كنت ساكن فيه. رحت رايح قلت اروح اشوف الدنيا فيها ايه. اول ما دخلت السكن من تحت في مكتب كده للاداره، رحت رايح لهم قلت لهم ده انا امبارح بالليل وانا في السكن دخل عليا حراميه، قالوا لي يا تمشي من هنا يا نقتلك. قال لي ده فين دوا؟ قلت له ده هم في السكن وطردوني ومشوني بره.